شيخ، الأحداث الحالية يبدو أنها يعني حركت كثير من مشاعر الشعراء. معنا الآن الشاعر السعودي المعروف ناصر الفراعنة يشارك معنا. مرحبا بك أستاذ ناصر. أستاذ ناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الحقيقة أشكر الأستاذ الشيخ عدنان العرعور على مواقفه. وأول شيء أعزي الشهداء جميعا في درعا، نعم، وفي حمص وفي بانياس وفي كل المناطق السورية. والحقيقة ندعوهم غدا إلى التظاهر جميعا ضد هذا النظام الطاغي. ثاني شيء صراحة إني أستغرب من حاجة اللي هو الصمت الدولي. يعني مثل ما تكلموا في القذافي وتكلموا في حسني مبارك، لا نجدهم بهذا الحماس. وفي قنوات كثيرة زرعت لا في كل منطقة صار فيها ثورات، زرعت بؤر واستطاعت أن تدخل إلى قلب الأحداث، ومات منها يعني مراسلين. والغريبة أنها ما استطاعت أن تدخل إلى سوريا. هذه نحط تحتها خط وعلى علامة استفهام. نعم. ثاني شيء أنا رأيت مناظر من هذا النظام والله الذي لا إله إلا هو، لا صهاينة ولم تحصل أبدا في القرن العشرين. يعني حتى جرائم التتار التي نقرأها في كتب التاريخ وكتب السيرة لم تصل إلى هذه المرحلة، وهي تعتبر أكبر جريمة تعرض لها المسلمين. وكذلك هذا النظام استطاع طول 40 عام لتغييب الشعب السوري إلا ما ندر، خاصة أهل حماة وما حولها. نعم. استطاع تغييبهم وإيهامهم أنه في جبهة مقاومة، والحقيقة لا في مقاومة. أنا كنت من سنوات وأنا دائما ضده، وكل قصائدي ضده، ودائما كانوا كثير من الناس يأخذون علي المأخذ هذا على أساس بشار في عيونهم أنه مقاوم وأنه بطل، وهذا غير صحيح أبدا. والحمد لله جاءت الأحداث الأخيرة هذه وأثبتت هذا الكلام. قصيدتي التي ألقيتها في القذافي وفي بشار الأسد كانت قبل الأحداث الآن التي في سوريا، وكنت أراهن على أن أمريكا ليس على خلاف لا مع أمريكا ولا مع إسرائيل وكذلك إيران وكذلك حزب الله. طيب أستاذ ناصر، ماذا لديك لنا اليوم؟ طال عمرك أنا بس كنت موقفي بس إلى شيوخ القبائل صراحة، لأن وجدنا بعض شيوخ القبائل كان موقفهم مخزي صراحة. نعم. وأتعجب والله من هذا الموقف اللي ليس لا يشرفهم ولا يشرف آبائهم. ولكن هناك كذلك أبناء أو من عوائل هذه الشيوخ أبناء رجال طلعوا وقالوا قولة الحق. وأنا أقول للقبائل كلها لا تنظروا إلى الشيخ زي ما يقولون المثل عندنا في نجد يقول لك في بطن حجلة طلي. يعني الرجل مملئ جيبه، فلا تنظرون إليه، انظروا إلى مصلحة شبابكم. نعم. والله إنه من العار. فنقول نبيها يا رجال الشام غارة على ولد الحمار من الحمارة، على بشار عابد عور كمهم صيح جارته في بوق جاره. لابو ماهر لابو بشار لابو شريف ما خلى منهم بثاره، لابو كل شيخ قوم ما شربها طهور ولا غسل بيده عاره. وفي الأخير أنا أوجه ندائي إلى الإخوان في الخليج وإلى الشعراء وإلى الكتاب. يعني صراحة أنا أجد أن الكثير متخاذلين، ولا نجد كأن الحدث هذا الذي أشغل العالم كله كأنهم في غياب عنه. يا أخي أقل الجهاد هو الجهاد بالكلمة، والكلمة قد تفعل ما لا تفعله دبابة. ثاني شيء أنا أتعجب من هؤلاء المشايخ اللي يتكلم عن قيادة ولا ويترك المواضيع الكبيرة ولا يبغى يتكلم لك في فرعيات. نعم. ولكن سبحان الله أنا أشوف النصر بإذن الله، وأقول لأهل درعا يكفيكم والله إنكم مغبوطين، والله إنكم مغبوطين، لأنكم حملتوها وسيكتب التاريخ أنكم من أوقدتم الشرارة، وسيبقى شرفها لكم وسيبقى الخزي على غيركم. في الأخير أهل حلب أنا أستغرب صراحة إلى الآن، يا أهل حلب ما هذا هو العشم فيكم؟ والله عيب عيب عيب. ارموا برقع الخنا مزقوه، والله العظيم 5 ملايين. والله لو تقومون قومة واحدة لو يقوم منكم بس 100,000 والله إن يبلش حزب النميري هذا
هو يا حفنته والله ما يستطيعون أن يفعلوا شيئا. هذا اللي أقدر أقوله. شكرا. وأشكركم جميعا. شكرا لك أستاذ الله ناصر. وبركاته. شكرا لك على هذه المداخلة وعلى هذه المشاعر الطيبة.